السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من AI for Graphics and Media Production وكورس الفوتوشوب. الحلقه دي هتكون اخر حلقه في كورس الفوتوشوب، الحلقه اللي احنا اتفقنا عليها، اللي احنا هنبتدي ناخد ديزاين بيزنس كارد فروم سكراتش لحد ما احنا نخلصه ونعمل له اكسبورتيشن ونحطه على موكب، بحيث ان الموكب ده الكلاينت هو اللي يشوفه وعلى اساسها يدينا كونفirmation. نبتدي نكسبورت البيزنس كارد بتاعنا بحيث ان احنا نوديه للمطبعة، بحيث ان احنا نعمل له printing او نسلمه للكلاينت وهو بقى يتعامل لو هو عايز ان هو يعمل له printing. طيب، حاليا منظر الموكب اللي قدامنا ده اللي هنستخدمه، وده الموكب اللي احنا عملناه في الحلقات اللي قبل كده لما قلنا ان احنا ازاي نعمل موكب، او لو عجبتنا اي صورة ازاي نعملها زي الصورة اللي كانت قدامنا دي. طب الموكب بيتعمل ازاي والتفاصيل دي كلها لو احنا عايزين نعمل موكب فروم سكراتش او التفاصيل دي كلها، هسيب لكم في الاي اللي فوق اللينك بتاع الحلقة اللي كنا وصفنا فيها الموكبس. طيب، ده حاليا الديزاين المفروض اللي احنا هنعمله. هنبتدي دلوقتي نفتح بيج على فوتوشوب، نبتدي ان احنا نعمل فيها ديزاين فروم سكراتش بالسايزز وكل حاجة. هبقى اعدي كل حاجة من الكلام بسرعة واحاول ان انا اعمل ريفيجن سريع، ولو احتجتوا اي حاجة كده كده في الاي فوق ابقى سايب لكم اللينك بتاع الفيديوهات القديمة كلها بتاعة البيزنس كارد والديزاين. طيب، حاليا هدوس كنترول ان عشان افتح بيج جديدة، وكنا متفقين ان مقاس البيزنس كارد بتاعنا 9 في 5 سنتيمتر. طبعا عايز اشتغل عليه بورتري او لاندسكيب زي ما انت عايز، بس معظم الناس بتشتغل لاندسكيب. الريزوليوشن بتاعتنا اتفقنا البيزنس كارد ريزوليوشن 300. طب الريزوليوشن بتاعت البيزنس كارد 300 ليه؟ برضه هسيب لكم في الاي لينك الحلقه القديمه. والكرر مود CMYK بما ان احنا هنعمل برينتنج، طب ليه مش RGB او اي حاجه من اللي تحت؟ كنا شرحنا الحاجات دي كلها، برضه قلنا ليه CMYK. واختصارا كده ان احنا قلنا احنا بنشتغل على CMYK لان اي حاجه برينتنج بنبتدي نستخدم الكرر مود ده، عشان دي الالوان اللي موجوده جوه مكان الطباعه. التفاصيل اكتر هتكون موجودة في الحلقات بتاعت قبل كده. طيب، هنبتدي دلوقتي ان احنا ندوس كرييت عشان نكريت الدنيا بتاعتنا. طلعت لي مقاس البيج بتاعتي اللي هي 9 في 5. طيب، انا دلوقتي هبتدي ان انا اعمل ايه؟ انا عايز اعمل ديزاين البيزنس كارد اللي احنا اتفقنا عليه. طيب، حاليا الديزاين ده كان اساسه في باك جراوند معمولة في الاول. انا لو جيت فتحت الفولدر بتاعي، الفولدر حاليا بتاعي ده انا مجهز فيه الداتا اللي انا عايزها. طب ايه الداتا اللي انا عايزها؟ اللوجو بتاع البراند اللي انا هعمل له الديزاين بتاعه، واللوجو انا جايبه PNG. طيب، انا جايبه PNG ليه؟ بحيث ان اللوجو يبقى ترانسبيرنت، اقدر ان انا استخدمه وميبقاش فيه باك جراوند ان انا اشيلها او حاجه. وعارف ان البراند ده عنده انستجرام وعنده فيسبوك، فانا جايب لوجو انستجرام وجايب لوجو فيسبوك. طيب، انا دلوقتي عايز احط الادرس بتاع الفيسبوك او انستجرام بتاع البراند ده، فانا عايز احط QR كود، فاتعمل QR كود للبراند ده وهنستخدمه. طيب، الكيو ار كود ده نفترض للفيسبوك في الانستجرام عايزين نكتب الادرس، فهنكتب الادرس عادي. طيب، اول حاجه كانت عندي هي الباك جراوند اللي هي دي. طيب، انا حاليا الباك جراوند دي انا عايز ان انا استخدمها. ممكن اشد الايمج دي واحطها عندي هنا وابتدي ان انا اكبرها بحيث ان هي تفت في البيزنس كارد بتاعي. طيب، انا لو عندي حاجه زي دي، الباك جراوند دي ممكن تكون اتعملت ازاي لو انا عايز اعملها فروم سكراتش؟ انا دلوقتي عندي كده كولر موجود في النص وبدأ ان هو اللون بتاعه يتغير ويتوزع على الادجز. طيب، انا الحاجه دي لو فكرت ان انا اعملها كمانيوال، ده ممكن يتعمل بستايل الجريدينت الراديال، اللي احنا لو جينا هنا هبتدي اجي مثلا من الادجستمنت، لو انا عايز اشتغل بالادجستمنت من الجريدينت او ان انا اجيب الجريدينت نفسه. كنا متفقين ان احنا عندنا ستايل الراديال ان يبقى فيه بوينت في النص زي دي، وبعد كده ابتدي ان انا اجي اتحكم ان انا اقول طيب انا دلوقتي عايز ان انا احط هنا color مثلا. الكولر ده اللي انا عايزه هنا يبقى درجة دي مثلا، والكولر ده انا عايزه يبقى درجة تانية مثلا زي الدرجة دي، وابتدي ان انا اتحكم في الجريدينت بتاعي يبقى ماشي ازاي من ستايل الالوان وهكذا. دي في حالة ان انت لو عايز تعمل حاجة زي دي تكون مانيوال، او انت اللي تاكسس الموضوع بمزاجك لو فروم سكراتش. وبرضه انت ممكن تبقى جايب الموضوع كباك جراوند زي دي، او ان انت تكريتها زي ما انت عايز. بس دي حاليا باك جراوند بتاعتنا جاهزة، اخدناها دراج اند دروب وحطيناها. طيب، ده كان بالنسبة لأول حاجة. طب تعال نبص كده، دي كده الباك جراوند. لو جيت بصيت هنا هتلاقي الايدجز كده فيه زي جلitchات كده، او في زي بروش كده معموله. طب احنا قلنا ايه زي بروش؟ لو انا عايز اعمل ايدجز دي هو انا ممكن اعملها ببروش. طب تعالى كده نبص. حاليا الحاجه دي انت ممكن تجيب مثلا فلترز او تجيب حاجه من الستايلز دي بتكون موجوده من على النت جاهزه تجيبها ان انت تستخدمها. ممكن لو حابب ان هو يستخدم البروش تول، جه هنا عند البروش اهو بيبتدي يفتح، بيبقى فيه بروشز كتير موجوده عندنا. ممكن نيجي نبتدي ان احنا نفتح بيجز تانية، هتلاقي في شيبس مختلفة للبروشز اهي. يعني ممكن يجي حد يفكر ان هو
يستخدم دي، يقول مثلا طب انا هعمل نيو لاير. طب ليه اعمل نيو لاير؟ عشان يبقى الافكت اللي انا عامله يبقى موجود في لاير لوحدها. هبتدي ان انا اكبر البروش بتاعتي دي، كنا بنكبر بالدال والجيم. جيت ادوس هنا هتلاقي ان هنا في حاجات بتتعمل عندي في الاطراف. طيب الحاجات دي اتعملت وشكلها غامقه، انا عايز افتحها عادي. اتفقنا ان احنا ممكن نيجي عند اللاير دي ونتحكم في الاوباسيتي بتاعتها. خليتها 50، بعد كده خليتها 25، لا شايفها تقيلة اوي ممكن اخليها 12، وهكذا. رحت انا ممكن اجي استخدم ستايل بروش مختلفة خالص عن اللي كانت موجودة هنا واعمل بيها الموضوع ده. او لو انا محتاج ستايل مثلا معين، ممكن ان انا برضو ابتدي ان انا اسيرش عليه. لو ما لقيتوش هنا ممكن تنزل بروش من على النت ونعمل لها امبورت، واتكلمنا في الكلام ده كله. وممكن برضو لو انا مش حابب ان انا استخدم اي حاجة من البروسيس دي وان انا عايز اجيب حاجة جاهزة، فانا ممكن اجيبها واتعامل بيها برضو. يعني ممكن اجي عند اللاير دي ادوس ديليت، حاليا انا رجعت للدنيا البيزك بتاعتي. هروح ان انا كنت جايب المنظر ده عندي حاليا كده. دي كده ستايل البروش اللي كانت موجودة دي، بس متطبقة على ايدج واحد. مثلا نفترض ان انا جبت الافكت متطبق على جنب واحد، هشده وارميه هنا فهتلاقيه هو موجود عندي. دوست انتر عشان يبقى موجود عندي. ادي كده ده منظر اللاير. طيب حاليا دي موجودة هنا، نزلت كده في النص، انا عايز اوديها في الادجز بتاعتي. هعمل ايه؟ ممكن تمسكها بايدك وتظبطها، بس انت لو مش ضامن ايدك ممكن تيجي هنا من الالاينمنت تختار الكانفاس. بما ان البيج بتاعتنا الاساسيه دي الباك جراوند اسمها كانفاس، هدوس عليها واقول له انا عايزها في الرايت خالص، وعايزها تبقى موجوده في الرايت كده في التوب. يبقى انا كده اتاكدت ان هو حطها في المكان الصح. طب ايه رايك لو انا عملت الدي دوبليكيت كده بكنترول جي ودوست كنترول تي وحركتها كده وعملت لها فليب هوريزونتال، وحاليا هي منظرها عندي كده حاليا موجوده بره هنا اهي. ممكن اعمل لها الاين برضو ان هي كده بقت على الشمال. طب انا عايز اعمل الاتنين ايدجز دول تحت برضو. همسك الاتنين دول وادوس كنترول جي وادوس كنترول تي عشان امسكهم الاتنين مع بعض وانزلهم. ولو دوست كليك يمين هعمل بقى فليب فيرتيكال. حاليا دول موجودين عندي. طب لو عملت لهم الاين تحت كده، يبقى انا كده ظبطتهم ان هما موجودين عندي في الايدجز. طيب دلوقتي في حاجه، انت اتفقت معانا ان احنا لما نبتدي نيجي نعمل ديزاين لاي بيزنس كارد بنحط له في الاول جايد لاينز. الجايد لاينز احنا بنحطها لو لسه بيبقى في حد بيجنر بيبتدي ان هو يشتغل بجايد لاينز. بعد كده خلاص عينيه بتبقى هي حافظه الدنيا بتاعته بتبقى ماشيه ازاي. بس في حاله اللي انت عايز تحط جايد لاينز بحيث ان انت تبقى مظبط في الاول، انت لو لسه بتبتدي في المجال لازم تحط الجايد لاينز عشان عينيك تتعود على سكيل معين برينج معين تشتغل عليه. بعد كده خلاص ايه، عينيك هتاخد على السيستم ده، تبتدي ان انت توزع دنيتك بالشكل الصح. طيب الجايد لاينز كنا بنحطها منين؟ كنا بنروح عند فيو ونيجي ننزل على الجايد، هتلاقي فيه نيو جايد لاي اوت. حددنا في التوب نص ونص شمال ونص يمين ونص تحت ودوسنا اوكي. دي طلعت لي الجايد لاينز بتاعتي. الميزه بتاعتها اللي هي بتخلينا نحدد الكلام بتاعنا والحاجات المهمه اللي ما ينفعش تتقص او تروح في الديزاين خالص جوه الفريم بتاعنا. وفي نفس الوقت ميزتها ان هي شفافه وما بيتعملهاش اكسبورتيشن لو عملنا اكسبورت الايمج او اي حاجه. فدي كانت الميزه بتاعت الجايد لاين. وكنا قايلين ان الفيرجنز القديمه من الفوتوشوب ما كانش فيها حته ان الجايد لاين كنت بتعملها اوتوماتيك، كانت بتتعمل مانيوال قبل كده، وكنا برضو شرحنا الموضوع ده بيتعمل ازاي. طيب انا مش عايز الجايد لاينز دلوقتي، انا هكمل على وضعي عادي خالص. طيب انا حاليا دلوقتي عايز ايه؟ انا عايز اللوجو بتاع البراند. طيب هاجي هنا اللوجو بتاعي اهو، هشده وهحطه هنا. حاليا اللوجو واصل بالمنظر ده. انا حاسس ان هو كبير. طب تعالى نصغره. هدوس الت كده وامسك من الادج دي، صغر معايا نسبة وتناسب، ودوست انتر. وبعد كده انا عايز اعمل له الاين في نص الكارت. ادي واحد ادي اتنين. بس انا مش عايز لونه اسود وهو داخل لونه اسود. اعمل ايه؟ هتدوس دوستين على اللاير بتاعته، او هتدوس كليك يمين وتختار blending options. طيب دوست دوستين وبعدين هتروح على الكالر اوفرلاي. كالر اوفرلاي دي اتفقنا ان هي بتعمل ايه؟ دي حاجه من الافكتس اللي احنا بنحطها في البلندنج اوبشنز، ان احنا ممكن نحط كالر فوق الحاجه اللي انا مدخلها. فانا حاليا مختار درجه اللون دي، ممكن اغمقها شويه لو انا عايز. دي درجه اللون اللي انا عايز اشتغل بيها وعايز اعمل بيها الكالر اوفرلاي. مجرد ان انا دوست اوكي، حاليا الكالر ده اتاكسس معايا. ممكن اكبر شويه لو انا عايز، وبعد كده اجي اعمل لها الاينمنت تاني عشان تبقى في نص الكارت. فانا كده حطيت اللوجو بتاعي في النص وظبطت الدنيا. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الكيو ار كود. هاجي الكيو ار كود هشده، ستيل برضو داخل كبير. هبتدي ان انا اصغر الكيو ار كود بتاعي وحطيته عندي في الادج هنا كده مثلا. طب الكيو ار كود ينفع اعمل له كارر اوفرلاي؟ برضو ممكن تعمل له كارر اوفرلاي لو انت عايز. هتدوس دوستين برضو هنا
تعمل له color overlay. بس انا حاليا مثلا انا عايز اشتغل بيه اسود. طب نفترض ان اللوجو بتاع الكيو ار كود ده مثلا بتاع الفيسبوك. طيب انا عايز لوجو الفيسبوك، احنا مجهزينه برضو اهو. طيب هات لوجو الفيسبوك ده وحطه لي كده في الفوتوشوب، اتفتح في بيج لوحده اهو. طيب اللوجو ده الفكره بتاعته كلها ان حاليا الباك جراوند بتاعته مش ترانسبيرنت. هتيجي يا باشا بالماجيك اريزر تول وتدوس هنا دوسه، وتدوس دوسه في الادجز اللي حواليه بحيث ان انت تشيل منه كل حاجه كانت موجوده. طب خلاص انا كده الدنيا بتاعتي تمام. هعمل ايه؟ هتاخد اللوجو ده وتشده وترميه هنا او تاخده كوبي بيست زي ما انت عايز. طيب هاخد اللوجو ده، اللوجو كبير، هصغره وهبتدي ان انا احط اللوجو بتاعي هنا. هاخد الكيو ار كود ده اقربه من اللوجو شويه، وانا كده حطيت مثلا لوجو الفيسبوك وحطيت الكيو ار كود. طيب انا عايز احط الانستجرام. هنعمل زي ما عملنا، هاجي هنا ممكن برضو اشد لوجو الانستجرام بتاعي وادخله هنا على طول. طب دخل بالباك جراوند البيضه بتاعته، هاجي بالماجيك اريزر دوسه، هيقول لي انت متاكد ان دي سمارت اوبجكت انت عايز تحولها وتغير منها تعمل لها ريسترويز يعني؟ هقول له اه. شلت الكولر شلت الكولر شلت الكولر. هاجي امسك دي الت واصغر. طب معلش انا عايز دلوقتي دي اخليها نفس سايز دي على طول. هعمل ايه؟ امسك دي وبص كده عندك في البروبرتيز الويدث والهايت مقاسهم كام. هاخد مقاس الويدث كوبي، هاجي هنا ادوس على اللوجو بتاعي واعمل بيست نفس الرقم اللي انا اخدته. كده حاليا الاتنين طلعوا في نفس المقاس. ممكن اعمل كمان الاين لدي على لوجو الفيسبوك. همسك الاتنين واقول له اعمل لي الاينمنت، يبقى كده حاليا الاتنين دول على نفس الصف. لو مسكتهم ونزلت بيهم يبقى انا كده الدنيا بتاعتي تمام والاتنين على نفس الصف. ممكن اجي انا بقى بالتكست تول واجي هنا جنب ده واجي اكتب الادرس مثلا at ai underscore store underscore gifts، وادي كده الادرس بتاعي. مش مظبوطة ليه؟ المفروض تبقى مكتوبة من الشمال لليمين والات هناك اعكس. ستيل مش مظبوطة. الاوبشن بتاعي نفسه اللي متأسس ان هو بيكتب عربي مش انجلش اهو. هتيجي عند الميدل اس دي تعكسها الناحية التانية. يبقى انا كده حاليا الدنيا بالنسبة لي تمام. ممكن اوسطن دي برضو عليها وابتدي ان انا اخد ايه بقى. انا كده عايز اعمل ايه؟ انا المفروض لوجو الانستجرام بتاعي ده يبقى جنب التكست. طيب هي التكست اصلا بتاعتي كبيرة. طيب انا نزلت الدنيا دي كده، هاخد التكست بتاعتي صغر، ادي كده التكست بتاعتي مظبوطة. وهاجي هنا علامة الانستجرام وادي علامة الادرس بتاعتي اللي موجودة عندي. بص كده اصلا وانا بحرك هتلاقي في نمبر الفوتوشوب كتر خيره مديهولك، اللي هو جايب لك هنا الفرق بين لوجو الفيسبوك والكيو ار كود 0.21 والفرق بين انستجرام والتكست اللي كاتبها 0.1. دي حاجات السوفت وير بيديلك اوتوماتيك عشان يقول لك ايه، خلي بالك اللي انت ايه سايب نفس الرينج بين هنا وبين هنا. طيب انا كده حاليا ظبطت دي. لو جيت بصيت كده انا كده بالنسبه لي الدنيا تمام من ناحيه الظهر. ممكن يجي حد يقول لي بس السبيسز اللي هنا غير السبيسز اللي هنا. وقتها ان انت ممكن تكون ظابطها حاليا كده بعينك لو انت عندك الاكسبيرينس الكافيه. ممكن حد يجي يقول لي طب هنا اوسع، اقول له يا سلام خلاص هاخد ده كده وهاخد مثلا الكيو ار كود وهجيبهم. سوري هاخد ده كده الكيو ار كود، ودي كده علامه الفيسبوك بتاعتي، كنترول تي، وهجيبهم شمال شوية. يا اما انت ممكن تيجي هنا ترسم شيب وتشوف السايزز بين هنا وهنا، او ممكن الناس اللي بتحب تسحب رولر تبتدي ان هي تسحب. وغير كده احنا عايزين نعمل حاجة دلوقتي. مش احنا خلصنا كده الظهر بتاعنا؟ طب ما تيجي نعمل الجايدز كده. دوس اوكي. ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ادي دلوقتي عملت الجايدز. طيب بعد ما انا عملت الجايدز هتلاقي هنا في سنة طالعة. طب السنة لو طلعت دي مصيبة. هو اصلا انت كده كده سايب له نص سنتي، والنص سنتي ده كتير قوي. فانت لو طلع منك حاجة كده، لو انت شغال بعينك وما ظبطتش بالظبط السيكة دي، مش هي اللي هتبقى قافلة الدنيا. بس الدنيا تمام يعني. انت كده هو اصلا المفروض النص سنتي دول ما يقصش منهم حاجة. فلو قص منها ممكن يقص ملي 2 ملي، يقص منهم ربع لكن مش هيقص نص. فانت كده كده في الامان. بس انت لو عايز تبقى امان اكتر فانت بتدخل جوه. فانا ممكن اجي عند ده كده وعلى عند ال QR كود بتاعه واعمل لهم كنترول تي واجيبهم هنا. خلاص انا عايز امن بين دي وبين دي، كنترول تي وهجيبهم هنا. وتبقى كده الدنيا بتاعتي بالنسبة لدول تمام. يبقى انا كده خلصت الدنيا بتاعتي بالنسبة للكارت للظهر.
طب انا عايز اعمل الوش، هعمل ايه؟ هل انا افتح بيج وفوتوشوب جديده؟ في ناس بتعمل كده ودي مش حاجه غلط، بس انا كنت قايل ان احنا ممكن نعمل الاتنين في نفس الفايل. هنعمل ايه؟ امسك كل دول بس من غير الباك جراوند ومن غير الافكتات اللي احنا حطيناها بتاعه الادجز دي، لان دول هنحتاجهم تاني. يعني انا همسك لحد هنا وهعمل دول كنترول جي وهكتب عليهم فيس. طب لو انا شلت دول يبقى انا كده، ده كده وش الكارت بتاعي. طب انا عايز اعمل الباك. طب خلاص احنا مش عايزين حاجة من دول. الباك كان عبارة عن كلمة فور وجنبها مكان لو حد مثلا هيكتب حاجة اللي هيديله الجفت، واللوجو بتاع الستور والهاشتاجز بتاعته. طيب خلاص احنا ستيل على نفس الباك جراوند بتاعتنا. هاجي اعمل جروب تاني وهسميه باك. انا كل اللي انا محتاجه في الجروب ده حاجة واحدة من اللي كانوا موجودين هنا. انا محتاج اللوجو. خد كده كنترول جي دبليكيت اللوجو وحطيته عندي في الباك، واقفل يا عم الفيس ده، انا مش عايز منه حاجة دلوقتي. ده كده اللوجو اللي عندي، بس اللوجو ده احنا عايزين نحطه تحت على اليمين. جينا هنا حطينا كده اللوجو. طيب هنيجي نعمل ايه؟ تكست هنجيبها وهنكتب فور. فين يا عم التي؟ ادي التي بتاعتنا. هنيجي نكتب هنا فور فلان، ايا كان بقى مين فلان اللي رايح له الحاجة. جيت كده كتبت فور، وهاجي امسك الشيبس بتاعتي، والشيب بتاعنا مخلي لونه ابيض، وهبتدي ان انا ارسم. قبل ما ارسم هتبص هتلاقي هنا اصلا محطوطه ان هو يبقى الكيرفنيتشر او الكيرفز اللي في الجنب تبقى شارب مثلا. لا مش هتبقى شارب، انا عايزها تبقى راوندد، فمعموله هنا ان هي راوندد ب50 بيكسل. فلما هاجي ارسم هتلاقي ان هي اصلا طالعه معايا حاليا راوندد بالمنظر ده. طيب انا ممكن اخد كلمه فور دي عايز اغير لونها، ممكن تعمل لها كلر اوفرلاي لو انت عايز، بس ملهاش لازمه، احنا كده كده عندنا اكسس. ممكن اجي هنا دوسه واخد بالاي دروبر من لون اللوجو لو انا عايز اخليه في نفس لون اللوجو. تمام. طب هاجي عند ده هعمل له الاين على ده عشان يبقوا الاتنين في نفس الصف. كده الدنيا بتاعتي تمام. خد الاتنين دول هدخلهم جوه جروب الباك عشان نبقى شغالين جوه الباك. ايه رأيك بقى لو انا خدت دول وعملت لهم اصلا جروب؟ طب ليه؟ عشان اعمل لهم الاين في نص الكارت بتاعي اصلا. يبقى انا كده حاليا كلمة فور بده انا كده عملت لهم الاين جوه الكارت بتاعي اصلا. طب انا ناقص لي ايه؟ ناقص لي الاتنين هاشتاجز اللي كانوا موجودين تحت على الشمال. ممكن يجي حد يكتب بالتكست ويجي يكتب اي كلام وبعد ما يخلص يدوس الت ويدبليكيت ويكتب كلام تاني. ده كان ستايل. واتفقنا في ستايل تاني ممكن يجي حد يجي يسحب باراجراف من اول هنا ويبتدي ان هو يكتب، وقلنا دي صح ودي صح، بس دي ليها استخدام ودي ليها استخدام. هاشتاج fit underscore for underscore your underscore budget. طب هنا الكلام مش مكفي، اتفقنا ان انت لازم توسع دي. وكانت تحتيها كانت الهاشتاج التاني كان our gifts your choice. طب انا دلوقتي عندي ازمة اصلا ان انا الكلام بتاعي مش باين. طب ليه مش باين؟ ان انت الفريم يا باشا اللي انت عامله مش مكفي. احنا متفقين بقى اللي انت كنت المفروض تعمل ايه في الموضوع ده من الاول. دلت كده لو انت هتعمل الفريم بتاعك في الاول اكيد اصلا الانفورميشن دي مش هتبقى هي نفس السايز بتاع التكست اللي هيبقى فوق. فانا دلوقتي هسحب فريم تاني كده خالص، والمفروض ان انا هكتب فيه بس هقلل مقاس الفونت بتاعي اول حاجة، وهاجي هنا هاشتاج وهنبتدي ان احنا نكتب هاشتاج fit for your budget. كان اللي تحتيه our gifts your choice. حاجة هنا اللي تحتيه حط هاشتاج our gifts your choice. تمام. يبقى احنا كده حاليا عندنا المنظر ده. المفروض ان الهاشتاج ده كده يبقى نازل تحت. طب انا دلوقتي كده عندي ازمة هنا. ايه الازمة هنا؟ ان برضو الدنيا مش متظبط، لازم نعكس دول شمال عشان تبقى انت شايف، وبعد كده اجي اظبط دول يبقوا مش شمال. يبقى fit for your budget. اجي هنا وادوس enter our gifts your choice وانا مش عايز underscore دي في حاجة. ادي كده دي الدنيا بتاعتي. ممكن تمسك دي بقى تصغرها او تكبرها. ممكن انت بالنسبة لك السبيسز اللي بينهم عايزة توسع هتيجي توسعها من هنا، هي معمولة اوتوماتيك. ممكن اضيقها، ممكن ان انا اوسعها.
دي في حالة ان انت بتتكلم كباراجراف. وسعتها بزيادة، في حاليا كده بقى عندي هنا مش باينة لان انا عامل فريم. لا يا عم انا سايبها اوتوماتيك، وحاليا ده كده المنظر اللي عندي. طيب انا بالنسبة لي السايز تمام، جيت ظبطت الدنيا بتاعتي، ادي كده ده المنظر اللي عندي. طيب لو انا جيت هنا، ده كده الباك بتاعي، لو جيت خفيته ادي كده الفيس وادي كده الباك، يبقى انا كده ظبطت الاتنين دول. وستيل يبقى انا اسمي كده عملت الدنيا بتاعتي في الوش وفي الظهر، عملتهم ايه في فايل فوتوشوب واحد. طيب انا عايز اسيب الحاجة دي، هعمل ايه؟ خلاص تعالى نقفل دي، بس مش عايزين منها حاجة. هاجي عند ده هسيب اهو هنا مثلا على الديسكتوب بزنس كورد ديزاين. تمام. ممكن ان احنا نعمل ايه؟ احنا عايزين نستخدم الحاجة دي في الموكب اللي عندنا. تعالى بقى نشيل من السمارت اوبجكت دول، احنا مش عايزين منهم حاجة. هنسيف على ده، وهاجي عند الشكل التاني في السمارت اوبجكت، هاجي هنا وسيف على ده. احنا كده حاليا المنظر ده بتاعنا بتاع الموكب حاليا اللي موجود عندنا، هنقفله كأنه مكانش فيه اي حاجة. سيف، ماشي تمام. ده كده المنظر اللي عندنا. انا عايز دلوقتي اكسبورت ايمجز، هاكسبورت ازاي؟ تعالى نكسبورت الفيس الاول. اخترت اهو، وهدوس هنا فايل سيف از، وهتلاقي عندك الاكستنشن بتاعتك تحت، او هتدوس كنترول الت اس الشورت كات بتاعها. وهاجي هنا اختار جي بي جي، بان انا عايز اكسبورت صورة، واكتب مثلا فيس واسيف على الديسكتوب. بيقول لي انت عايز ترندر ماكسيمم كواليتي او عايز تكسبورت ماكسيمم كواليتي، قلت له اه. قال لي هتطلع معاك 1.5 ميجا، قلت له يا عم ماشي اوكي. ده كده بالنسبة لنا ده. طب تعالى الباك، ظهرنا الباك، كنترول الت اس، هاجي هنا اقول له باك، بس هبقى مختار برضو جي بي جي، خد بالك عشان ما تكسبورتش بي اس دي في الاخر. وادي كده عندي ده. يبقى احنا كده حاليا سيبنا ده كمان. طيب احنا المفروض سيبنا ده كفايل فوتوشوب موجود عندي على الديسكتوب. دي كده الايمجز بتاعتي، ده الباك، وده الفرونت، وده البيزنس كورد ديزاين بتاعنا. طب خلي بالك احنا هنا خلينا الايكونز دي ستيل سودا، انا مش عايزها سودا. تعالى نرجع نedit. طيب يا عم سهل، اخفي الفيس، اخفي الباك قصدي، اخفي الباك، اظهر الفيس. تعالى عند الايكون ده، يلا بينا دوستين كولر اوفرلاي، ادينا له الكولر. تعالى عند ايكون انستجرام، دوستين كولر اوفرلاي، يلا يا عم الكولر. احنا كده خلينا الكولر زي ما هو. هنكسبورت الديزاين بتاع البيزنس كارد، هيقول لي انت عايز تريبليس، هقول له اه، ده الفايل البي اس دي بتاعي عادي. وبعد كده هاجي ده اللي احنا كنا مسمينه الفيس، واختار ان هو جي بي جي، وهاجي هنا اقول له اه جي بي جي، وهريبليس على الديزاين اللي انا عامله. هيقول لي متاكد، هقول له اه. حاليا كده انا خلصت دول. لو جيت دوست بقى كنترول دبليو عشان اقفل، قلت له دوت سيف، انا متاكد ان انا مش عايز منه حاجه. تعالى كده نفتح الفايل بتاع الموكب بتاعنا اهو، هندوس دوستين، بنفتح الفوتوشوب من اول وجديد، هيطلع لي المنظر ده. اي موكب هتلاقي فيه مديك 2 سمارت اوبجكت، واحد فيس وواحد باك، عشان تعدل في الفيس وبالباك. طيب انا هاجي عند الفيس بتاعتي اللي هي الفرونت، وهدوس على علامة السمارت اوبجكت دي دوستين، ده المطبخ بتاعي اللي كان جوه. هاجي هنا اخش، انا كده عايز الفيس. طب تعالى نرجع ونشوف فين يا عم الفيس بتاعنا اهو. خده وحطه هنا، مفت على السايز بتاع الموكب، لان السايز بتاع الموكب ده متأسس على اساس ان هو ياخد ديزاين كارت 9x5، والكارت ده مقاسه 9x5. فادي كده الدنيا تمام. هدوس انتر، وهدوس كنترول اس، واقفل ده، هتلاقي سمع معايا هنا. جميل. طب انا عايز الباك، حاجة عند السمارت اوبجكت ده، هدوس دوستين، وادي المنظر بتاعي. تعالى ناخد الباك، هتلاقيه عمل فت بالظبط نفس الكلام، احنا ظابطينه على 9x5. كنترول اس، هاجي هنا هلاقي الدنيا رجعت معايا. يبقى انا كده حاليا في الوضع ده ظبطت الدنيا بتاعتي، كأن انا خلصت بزنس كورد، وان انا حطيت الايكونز، وان انا عملت اكسبورت ليه كايمجز، وعملت اكسبورت ليه كفايل بي اس دي، وكمان حطيته على موكب. ممكن اخد ده انا بقى في الاخر، اجي ان انا اسيفه كجي بي جي، بحيث ان ده الموكب اللي هيروح للكلاينت. وسيفته مثلا على الديسكتوب، وقلت يا عم سيف. تمام. اعمل مينيمايز، ننزل، هتلاقي ده منظر الموكب بتاعك اللي انت هتوديه. طيب الكلاينت قال كونفirmation، والدنيا تمام بالنسبة للكلاينت في الموضوع ده. طيب هنعمل ايه؟ خلاص بعتنا له الديزاين، والدنيا بتاعته بالنسبة للديزاين تمام.
هنتعامل على اني اساس؟ خلاص الكلاينت قال لي يلا بينا نعمل اكسبورتيشن، هقول له تمام يلا بينا. هاجي هنا فين الدنيا بتاعتي، ادي الفايل البي اس دي بتاعي، هبتدي ان انا اخد الفايل البي اس دي وهاكسبورت بقى ان انا هتعامل ان ده بزنس كارد معايا حاليا. هاكسبورت الوش وهاكسبورت الظهر. هاكسبورت بقى عشان اودي برينتنج بي دي اف. هل هنا في بي دي اف؟ في فوتوشوب بي دي اف اهو. وهاكسبورت ده مثلا فيس، وهعمل ميل سيف، هقول له هاي كواليتي برنت في البي دي اف، سيف. يقول لي انت متاكد ان انت عايز تعمل له سيف بي دي اف؟ ويقول لي خلي بالك انت مش معنى ان انت سيفته بي دي اف ان الفايل اتقفل، ده انت ممكن تفتحه وتعمل عليه اديتنج عادي. هقول له انا عارف، اديني كده سيفت الفيس، وحاجه اقفل ده، وحاجه سيف الظهر، نفس الموضوع. هختار بي دي اف وهسيف الباك وهقول له سيف. يقول لي متاكد؟ اقول له هاي كواليتي برنت، هيطلع لي نفس الموضوع. قلت له يس. اقفل ده واقفل ده واقفل ده. تعالى كده ننزل نيجي نبص، احنا كده عندنا ايه؟ ادي الدنيا بتاعتي. انا عايز الفايل بي دي اف بتاعي. طب الفايل بي دي اف بتاعي فين؟ اهو، ادي بي دي اف باك وادي بي دي اف الفرونت. ده انت كده حاليا عندك الفايل الباك والفرونت. تقدر يبقى انت تبعت اكسس بالفايل ده والفايل ده للمطبعة وتقول لهم يلا بينا خلاص احنا كده عايزين نعمل برنت. طيب لو انا فاتح فوتوشوب، يعني انا دلوقتي لو فتحت فوتوشوب اهو، طيب جميل فتحنا فوتوشوب، عايزين نعمل ايه؟ هنيجي في الفوتوشوب ده هناخد الفايلين دول الفيس والباك وشدهم وارميهم جوه. طلع عندي ايه؟ طلع عندي الفايل بتاع الباك فتح. طب جميل، ايه ده فتح بالليرز بتاعته. ما انا قلت لك، هو قال لك ان البي دي اف ده مش معناه ان هو سايبه بي دي اف ان هو اتقفل، هيفتحه كاكسس فايل فوتوشوب عادي خالص وهيتعامل معاه. فادي كده فايل بي دي اف للباك لو انت عايز تغير فيه اي حاجه، وعندك فايل بي دي اف للفرونت لو انت عايز تغير فيه اي حاجه. طيب دلوقتي في مشكله. ايه المشكله؟ احيانا في ناس لما بتيجي بتودي شغلها طباعه بيحصل مشكله عنده في الديزاين صغيره ومحتاجه ان هي يتعمل لها اديت، بس لما بيجي الفايل يتفتح في المطبعه تلاقي الراجل بيقول له خلي بالك الفونت بتاعك ضرب، ابعت لي السورس بتاع الفونت اللي انت اشتغلت بيه. ليه؟ انا ممكن افتح فايل فوتوشوب دلوقتي يطلع لي ايرور يقول لي ان الفونت اللي انت مستخدمه مش موجود. طب ازاي الكلام ده؟ ما انا ممكن اكون فتحت النت عجبني شكل فونت معين عملت له داونلود واشتغلت بيه، بس في المطبعه ما عندهمش الفونت. ففي ناس بتحل المشكله دي ان هم بيسيفوا فايل الفونت وبيودوه مع الفايل بتاع البيزنس كارد. طب نفترض ان انا مش عايز اديهم سورس الفونت ومش عايزهم يعدلوا في الفونت، وعندي بقى قلق ان ريسك ان ممكن اي حاجه في التكست تتعدل، انا عايز اقفل الفونت ده بحيث ان ما يحصلش فيه اي تعديل. ينفع؟ ينفع. طب الموضوع ده بيتعمل ازاي؟ لو انا جيت عند اي فونت مثلا، لو جيت عند ده هدوس كليك يمين وهتنزل تحت كده هتلاقي في حاجة اسمها convert to shape، دوس عليها. بص كده اللاير بقت عاملة ازاي؟ ايه ده؟ دي اتحولت لشيب مش تكست. طب زوم كده على الكلام معلش. الكلام اتحول لباسز اكنه مرسوم بالبن تول، اتحول حرفيا لشيب. يعني انا لو جيت عند الشيبس وجيت قلت له بقول لك ايه الكلام ده خليه لونه كده، والكلام ده احنا عايزين نديله ستروك، بيتعامل معاه معاملة كاملة على اساس ان هو شيب، هو مش شايفه ان هو تكست خلاص. طب معلش انا استفدت ايه لما انا عملت كده؟ اللي انت استفدته دلوقتي ان هو خلاص ده متعامل معاه معاملة شيب، يعني مستحيل ان هو يضرب، ما تقدرش كمان ان انت تأدت عليه. يعني انا لو جبت التكست فكرت ان انا اديت ما بيدينيش اكس ان انا اديت، ده يا باشا ده حاليا صورة بالنسبة لي، او مش صورة، ده بالنسبة لي رسمة كمان حاجة مرسومة، فمستحيل ان هو يتضرب او الفونت ده يتغير. بس الفكرة ان خلاص ده هيبقى بالنسبة لك ان انت مش هتعرف تأدت عليه تاني. ففي حالة اللي انت هتودي شغلك وهتقفل الفونتات بتاعتك يبقى انت بتسيف 2 فيرجن ليك اللي انت بتبقى فيرجن اللي انت تقدر تأدت عليها اكتر من مرة لو انت عايز تعدل، وفي الفيرجن الفاينل بتاعتك اللي هي البرنت فيرجن ان هي مجرد اللي انت خلاص هتبعتها ان هي تتبرنت. يبقى طيب تاني احنا كده عملنا ايه؟ عملنا اكسبورتيشن كايمجز عشان نحط الحاجة على الموكب. هتبرنت هتدوس كنترول الت اس، او حتى لو هتسيف ايا كان الاكستنشن. كان عندنا هنا الفوتوشوب الفورمات بتاعتنا العادية، وسيفنا جي بي جي في حالة الصورة، وسيفنا بي دي اف في حالة اللي انت عايز تودي برينتنج. طب في حالة ان انا برضو لو انا دلوقتي عندي البيزنس كورد ده عايز ابعته لديزاينر تاني مثلا هيعدل عليا، هبعته له ازاي على النت؟ مش هتبعته له كجي بي جي، انت عايز تبعته له ان هو يعدل عليه فهتبعت له الفايل الفوتوشوب. طيب جميل، هنبعت له الفايل الفوتوشوب، بس هو عايز يعمل بريفيو للكارت قبل ما ينزله حتى من الواتساب مثلا،
فانت لو بعت له فايل فوتوشوب على الواتساب هينزله، هيأكسس عليه عادي، بس مش هيقدر يشوفه من الموبايل. طب انا عايزه يشوفه من الموبايل، هتبعته له بي دي اف، وكده كده احنا اتفقنا ان البي دي اف ينفع نعدل عليه ونتعامل معاه عادي، فخلاص لو بعتناه له بي دي اف مش هيبقى حاصل اي مشكله معانا. يبقى احنا كده قلنا خلاص الدنيا بتاعتنا، عملنا بيزنس كارد، سايبناه جي بي جي، حطيناه على موكب، عملنا له اكسبورتيشن، ظبطنا الدنيا بتاعته كلها. يبقى احنا كده عرفنا ازاي نتعامل معاملة كاملة مع اي فايل عندنا، مع اي حاجة في الفوتوشوب. هي الفكرة كلها اللي انت تبتدي تفكر ان انت شوية التولز اللي معاك دي ازاي تقدر تستخدمها عشان تطلع الحاجة اللي انت عايزها، ازاي توظف شوية الداتا معاك وشوية الانفورميشن اللي معاك اللي انت توظفها تطلع بشكل حلو، وتحقق التارجت اللي انت عايزه من غير ما يبقى فيه دوشة، وتقدر تطلع التارجت بأحسن شكل ممكن انت حبه وبأكتر شكل ممكن يكون بروفيشنال. ممكن ان انا انزل لكم حلقة تانية، هي دي تكون اخر فيديو خالص، بس مش هنقول حلقة دي، هيبقى فيديو كده هينزل في الاخر هتكلم فيه عن الاكسبورتيشنز، الجي بي جي والبي ان جي وكل حاجه، وازاي ان انت تسيف كل حاجه بالصيغه بتاعتها، بحيث ان يكون ايه في حلقه كده للاكسبورتيشنز، بحيث ان لو حد عايز يعمل اي اكسبورتيشن او يبقى فاهم كل صيغه من الحاجات دي تبقى معموله ازاي. هعمل لكم فيديو صغير كده في الحته بتاعه الاكسبورتيشنز، عشان دي هتفرق معاكم بقى ايا كان ايه البروجرام اللي انتوا هتستخدموه، فوتوشوب، الستريتور، ان ديزاين، ايا كان ايه هي الحاجه. فحته الاكسبورتيشنز دي هتفيدكم جدا. كده اقدر اقول ان احنا خلصنا كورس الفوتوشوب. احنا لما جينا اتكلمنا على الحته في ديزاين البيزنس كارد وكده، في ناس هتقول في ديزاينات فلايرز، في ديزاينات رولبس، في حاجات تانية كتير. انت كده خدت الكونسبت بتاع الديزاين عموما، فتقدر انت تعمل ديزاين لاي حاجه، تقدر ان انت اي حاجه تكسبورتها وتعمل لها موك اب، مش شرط ان الموضوع يكون متوظف على البيزنس كارد بعينه، بس انت خدت الكونسبت اللي ممكن يتطبق على ايا كان ايه هي الحاجه. لو انتوا حابين بعد كده ان احنا نعمل فيديوز للرولبس لوحدها وفيديوز للفلايرز لوحدها، بحيث ان احنا نكون عملنا ديزاين لكل حاجه وعملنا لها اكسبورتيشن وحطيناها على موك اب، مفيش اي مشكله. بس هو خلاص انت كده كبيزكس وكاساسيات، وان انت حطيت رجلك على الارض اللي انت تكسبورت اي ديزاين، عندك الاكسبيرينس الكافيه في الاكسبورتيشن وفي الديزاين وفي كل حاجه، بحيث ان انت خلاص مغطي كل حاجه وفاهم كل حاجه، فانت تقدر تعمل اي ديزاين. لو فكرنا بقى ان احنا نعمل حاجه للفلاير او للرول اب او كده، دي هتكون حاجات ادفانسد عن الحاجات اللي انت واخدها، بحيث ان هي تكون كل حاجه متفصصه قدامك بكل تفاصيلها، بحيث ان انت ما تبقاش تايه. بس انت كده حاليا بعد ما تخلص الفيديوز كلها اللي فاتت بتاعه الفوتوشوب دي بالفيديوز اللي قبلها اللي فيها شويه الانفورميشن البيزكس بتاعتك، عشان اول ما تخش مجال الجرافيكس تكون فاهمها كده، تبقى مغطي الدنيا كلها. واقدر اقول لك ان انت كده تقدر تاخد خطوه اللي انت تقدر تشتغل بالمجال ده، او ان انت تقدر تشتغل بالفوتوشوب وتبتدي تستارت الكارير بتاعك. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، مستنيكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حاجه دي تجيلكم. ولو حابين ان احنا نزود اي حاجه ادفانسد او يتعمل ورك شوب مثلا للفوتوشوب بحاجات ادفانسد، ممكن تسيبوا اقتراحاتكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم على طول. ولو حد عنده اي سؤال ممكن يسيب لي الاسئله بتاعته في الكومنتات، هرد عليكم كلكم ان شاء الله. ولو حد عايز ان هو يشير معايا بروجكت، او ان هو عايز يسال على اي حاجه، او حابب ان هو يعمل بروجكتات ويبعتها لي او بينزلها حتى عشان ياخد راي الناس كلها فيها، تلاقوا لينك بتاع الكورس بتاع الفوتوشوب تحت موجود تحت على الديسكربشن، ممكن تخشوا عليه وتجوينوا وتبعتوا لي الحاجات اللي انتوا عايزينها، وهرد عليكم كلكم ان شاء الله. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا بمعلومه جديده، والسلام عليكم.